هذا ما في شك بانه كاس افريقيا الامم لاقل من 23 سنه هي بالنسبه للجميع هي تظاهره مهمه ولها قيمه كبيره، ولما كنشوفوا خاصه المشاركين الدول المشاركه دول ممكن نقول يعني الاغلبيه ديالها رائده في كره القدم في القاره الافريقيه، وخاصة حنا اللي كيهمنا بزاف هو المجموعة اللي تحت في المغرب، غانا والكونغو وغينيا. كنعرفوا بأن في هذه المجموعة البلد الوحيد اللي يعني مشى بعيد في التظاهرة هو المغرب، وصل يعني وصيف البطل في 2011 أظن. فهذا ما في شك كيف قلت التظاهرة غادي تعطي خاصة غادي نشوفوا، انا ما عنديش شك بأن غادي نشوفوا مباريات في مستوى عالي جدا، لأنه طموحات ديال هاد الشباب اللي غادي يشاركوا في كاس افريقيا الامم اقل من 23 سنه غادي يكون عندهم حماس رغبه، غادي يكونوا في هذا الحماس والرغبه كتعطيهم السعاده، والسعاده اصلا داخل الرياضي بصفه عامه كتعطيه يعني يكون الاداء ديالو جيد. فاحنا اللي كيهمنا هو في هذا الشيء كامل هو اولا يكون الاداء عالي، وكنعرفوا بانه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي الفوز بهذا اللقب غادي يخوض ليه يعني المشاركه ديالو للكاس او الالعاب الاولمبيه المقبله ان شاء الله بحول الله بباريس، وهذا هو الحلم ديال كل المتتبعين. هي بنظره متمرسه كالسنغال، واش كتشوف ان المسار ديال المنتخب يكون سهل ما فيش واحد العقبات؟ الغياب كاين ديال السنغال، ديال نيجيريا، ديال الكاميرون، هذا كله بطبيعه الحال كيف قلت يقدر يفتح واحد العدد ديال الابواب للمنتخبنا الوطني المغربي كيف قلت باش يوصل او باش يفوز بهذه التظاهره، وهذا كنظن شي حاجه اللي هي ماشي غير مستحيله، وخاصه كنعرف بانه ابنائنا اللعابه ديالنا المنتخب الوطني المغربي كاين عندهم متحمسين بزاف بزاف بزاف، وخاصه يعني كيف قلت وكنعاودها بانه النتائج اللي حقق المنتخب الوطني المغربي بقطر نتائج يعني تاريخيه غادي دائما باقا في الاذهان ديالهم، وغادي تخليهم يبغوا حتى هما كذلك يدخلوا يعني بواحد الصفه معينه لتاريخ كره القدم الوطنيه. بان بحكم التنظيم ديال هاد التورنوا هذه وهاد الكاس هذه كنظن بان الحضور عندنا وافره، عندنا مجموعه اللي كنحترمها، ولكن كنقول بان الفريق الوطني فريق قوي بالعناصر ديالو، بالستاف ديالو، بالمؤهلات ديالو، بالجمهور ديالو اللي كنقول بانه كيرجع عليه الفضل كبير في النتائج اللي كتحققها، لا الفروق لا كتحققها لا الفروق لا المنتخبات تقريبا 7 سنين او 8 سنين.